مساء الجمال، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على أحلى متابعين في الدنيا. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي منى أحمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. هنعمل مع بعض النهاردة الحاجة القمر اللي قدامكم دي، هي بسبوسة الكنافة أو كنافة البسبوسة. بجد طعمها تحفة جدا ورهيبة، بجد مش هتبطلي تعمليها وهتشرفك جدا جدا قدام ضيوفك في عزومات رمضان. شايفين الجمال؟ شكلها بيتكلم عن نفسه وطعمها حلو جدا، سكرها مظبوط على الشعرايه. هنعملها مع بعض بتريكات بسيطه جدا ومقادير بسيطه. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف الوصفه الجميله دي هنعملها ازاي. اول حاجه هنحتاجها في الوصفه بتاعتنا النهارده هي ربع كيلو من الكنافه دي عندي متفرزه، طلعتها فرمتها في الكبه او بايدي، مفيش اي مشكله خالص. ومعايا كمان معلقتين من السكر البودر، وكمان معايا ربع كوبايه، بعتذر نص كوبايه من السمنه البلدي المتسيح. هقلب السكر كده في قلب الكنافه كويس جدا جدا، والسكر البودره هنا هو ده اللي بيدي السر اللون الجميل للكنافه وبيدي كمان القرمشه الحلوه معايا. هنزل بنص كوبايه من السمنه البلدي السايحه وهقلب الكلام ده كله كويس جدا. الكنافه هنا يعني سمنه بلدي، والبسبوسه كمان يعني سمنه بلدي، ما ينفعش ان احنا نعملها بسمنه غير بلدي. بجد عايزه اقول لك التركه دي بتفرق كتير جدا جدا. هقلب كل الكنافه لحد لما كل حبايه كنافه تتغلف بالسمنه مع بعض كده بالطريقه دي. طريقه سهله جدا جدا. وهنا الكنافه زي ما قلت لك يفضل ان هي بتكون متفرزه عندي في الفريزر، وبطلعها وبضربها في الكبه وهي متلجه. بعد كده بسيبها تفك بدرجة حرارة المطبخ وبستخدمها. خلاص انا كده بقى غلفت واتأكدت ان الكنافة اتغلفت معايا كويس جدا جدا بالطريقة دي. شايفين طريقة سهلة جدا جدا. عندي بقى الصينية بتاعتي، انا هستخدم صينية مقاس 26. تمام. الربع كيلو هيبقى فيها كويس جدا جدا. حابة تعملي في 28 مفيش مشكلة، هتبقى رقيقة شوية، بس انا بالنسبة لي استخدمت صينية مقاس 26، صينيه البيتزا العاديه. وطبعا انا بسخن الفرن بتاعي دلوقتي على درجه حراره 180، وهبدا بدهن الصينيه بتاعتي بسمنه مش متسيحه، بس بسمنه عادي جدا من البطرمان او من العلبه اللي انت بتحتفظي بيها بالسمنه، وبدهنها كويس جدا. بتدي نتيجه احسن من لما احط سمنه سايحه في الصينيه من تحت. احط بقى الكنافه بتاعتي وافردها بالشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه دوت كده. هفرد كل الصينيه معايا تمام كده، واغطي كل قطعة في الارضية بتاعت الصينية بالكنافة. وبعد كده هبدأ ابصم الكنافة بتاعتي او اكتم اكبس الكنافة بتاعتي بايدي بقى او بصينية اصغر او باي كوباية عندك، مفيش اي مشكلة، اي حاجة بتريحك انتي بتبصمي بيها الكنافة بتاعتك. بس بوزع اهم حاجة الكنافة بتاعتي كويس جدا في ارضية الصينية بتاعتي. هجيب بقى اي صينية او اي طبق يكون اصغر من الصينيه عشان ابصم الكنافه بتاعتي. انا استخدمت الطبق اللي انا كنت بعجن فيه، مفيش اي مشكله، او بعمل فيه الكنافه. تقدري تستخدمي صينيه اصغر. خلاص خلصت بقى الشكل ده، هبدا اعمل خطوه البسبوسه. عندي هنا ربع كيلو من البسبوسه السايبه، عليها معلقه من البيكنج باودر، عليها كمان معلقتين كبار من جوز الهند، وبقلبهم مع بعض كويس جدا جدا. وده الخليط البودر. همضي بقى في كازارولا او في طاسه. عندي ربع كوبايه من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه، عليها معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وكمان عليها ربع كوبايه كبيره من السمنه السايحه، وبقلبهم مع بعض على نار متوسطه لحد لما يسيح، وبسيب الخليط يدفى شويه. وبعد كده باخد الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بقلبه كويس جدا جدا في البسبوسه بتاعتي. انا مش بعجن البسبوسه، انا بس بتوي الميه وبقلب البسبوسه بتقليبه بسيطه جدا جدا، مش بعجنها خالص عشان ما تعملش عرق. هجيب بقى الصينيه بتاعتي وهنزل بالبسبوسه بتاعتي على الكنافه. وزي ما قلت لك انا مسخنه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180، وممكن تشغلي الفرن بتاعك على درجه حراره 200، مفيش اي مشكله. هنزل بالبسبوسه بتاعتي كلها بالطريقه دي كده تمام، وهفردها بقى في الصينيه بالراحه خالص علشان خاطر تغطي كل الجزء الكنافه بتاعتي. ممكن بقى حابه تحطي في النص طبقه من القشطه
او الكريمه الكدابه او القشطه الكدابه، مفيش اي مشكله. بس انا عايزه اقولك بجد جربيها الاول ساده بالطريقه دي، طعمها رهيب جدا هيعجبك. وممكن بعد كده تضيفي لها اضافات بقى، تحطي القشطه الكدابه، تحطي كريمه، تحطي اي حاجه في النص انتي بتفضليها. هسوي بقى طبقه البسبوسه بالشكل ده كده. طبعا انا ما بسيبش اي حاجه من عجين البسبوسه في الطبق. بفردها بقى كويس بالطريقه دي، وفي نفس الوقت بجهز ممكن احط شويه ميه في مطرح الطبق اللي انا كنت بعجن فيه، وهبدا ان انا اغطس ايدي في الميه وافرد بالراحه العجينه بتاعتي. بتساعدني على فرد البسبوسه وتسويتها. تمام كده. ونشيل بقى الخليط ده او الصينيه وندخلها على الفرن عشان تاخد لون دايبي. دلوقتي هنجهز الشربات. معانا كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين الا ربع من الميه وعصير ليمونه، وهنبدا نحطها ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وهنحطها على النار. البسبوسه بتاعتي طلعت وخدت لون جميل، والشربات بتاعي كمان اتعمل. وبسقيها بقى كده واديها الشربات المظبوط بتاعها. شايفين طبعا البسبوسه طالعه سخنه جدا هي من الفرن، واسقيها بالشربات الدافي. لازم تاخد شربات حلو جدا عشان يوصل تحت طبقة الكنافة. تمام كده. انا كده اديتها الشربات المظبوط بتاعها. هسيبها تبرد وتستهدى خالص خالص خالص، وبعد كده نبدأ ننقلها في صينية التقديم ونشوف شكلها مع بعض. البسبوسة بتاعتي هي اهي تمام، شربت الشربات بتاعه كده مظبوط تمام جدا. زي ما قلت لكم هنسيبها تبرد تماما، وبعد كده هنقدمها مع بعض بشكل حلو. والبسبوسه بتاعتي بعد ما بردت، او الحلو بتاعي بعد ما برد، نقلته في صينيه التقديم، ونبدا بقى نقطع مع بعض الجمال ده كله ونشوف الميكس الرهيب اللي احنا عملناه النهارده مع بعض طعمه ايه. انا عملتها قبل الفطار، وبجد كنت مستنيه الفطار علشان خاطر ادوق معاكم الجمال ده ونشوف بجد قد ايه هو حلو. نقطع بقى قطعه كده ونشوف الحاجات الحلوه دي طعمها عامل ايه. هناخد قطعة بقى صغيرة كده، بجد مش قادرة اقاوم الطعم. والريحة كمان طالعة عليا حلوة قوي قوي. نقول بسم الله كده ونشوف الميكس الرهيب اللي احنا عملناه النهاردة ده ما بين الكنافة والبسبوسة. شايفين بجد حاجة كده تفتح النفس. شايفين الكنافة كمان واخدة قرمشة بسيطة واللون بتاعها تحفة، والبسبوسة كمان دايبة معايا جدا. الميكس رهيب ما بين الكنافة والبسبوسة يا جماعة. ان شاء الله بإذن الله تجربوها وتعجبكم، واستنيه رأيكم في الكومنتات. دي كانت حلقتي ليكم النهاردة، كنافة البسبوسة او بسبوسة الكنافة. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفة وحسيتي ان انت استفدتي مني النهاردة، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. لو اول مرة بتشوفيني ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديدة. واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.